مساء الفل واهلا بيكم. مسلسل ورد على فل وياسمين الحلقه السابعه. دكتور خالد بيكلم دكتور طارق ويقول له الحق علي اتمسك. انت كلمته من موبايلك ولا من موبايل حد تاني؟ قال له من موبايلي طبعا، اعمل ايه دلوقتي؟ خالد قال له المصيبه بقى انك مكلمه قبل ما يتمسك بيوم واحد، ولو دوروا في موبايله هيلاقوا رقمك، ولو خدوك قول لهم الحقيقه، ما تقلقش مفيش اي حاجه عليك، انت دكتور. طارق بقى ما استناش لما يوصلوا له، لا ده راح بنفسه. اول واحد قابله قال له شوف يا باشا، انا هحكي لك كل حاجه، انا نيتي خير وعايزه اساعد. في واحده اعرفها عيانه وحالتها صعبه قوي وما تقدرش تتحمل الالم. الدكتور كتب لي روشته وختمها، لكن بعتها لي واتس، ما عرفتش اصرفها من الصيدليه ورحت جبتها من مكان ما ينفعش اجيب منه خالص. ما كنتش اعرف، بس كنت عايزه اساعد، ما كانش قدامي اي حل تاني. بالأمانة ده كل اللي حصل، ما خبيتش أي حاجة، كده أنا هبقى شاهد صح؟ راح قال له بقى إيه، أنت متأكد من اللي أنت بتحكيه ده واللي أنت بتقوله ده حصل فعلا؟ طارق قال له لا ما تفهمنيش غلط حضرتك، أنا دكتور محترم. قال له تمام، تعالى بقى معايا يا دكتور يا محترم، وخدوه على الحجز. وفي بيت طارق بقى نايمين في امان الله عادي خالص، وبيجي تليفون لباباه بيعرف ان طارق في الحجز. على طول خد المحامي وراح له اللي بيوضح الامر كله، ومعاه كمان الروشته المختومه من دكتور اشرف وفيها نفس اسامي الادويه. المحامي وضح كل اللي حصل بحسن نيه، والغرض منه كان انساني، مساعده مريضه على تحمل الالم. وهم مروحين بقى بابا بيقول له هي حصلت ازاي، وصلت للمرحلة دي يا طارق؟ قالوا لا يا بابا ما تفهمنيش غلط، كل اللي قلته كان حقيقة. سألوا مين بقى المريضة اللي كنت بتساعدها؟ طارق قال له دي إلهام الكوافيرة اللي جت البيت تعمل شعر ماما ورانيا. بيترجاه إنه ما يقولش حقيقة مرض إلهام لمامته وأخته عشان إلهام نفسها ما تعرفش، أهلها مفهمينها إن عندها أنيميا. سألوا وانت عرفت منين إن هي عيانة؟ قال له ما هي جت عملت تحاليل عندنا في المعمل وبساعدها. قال له يعني علشان تساعدها تودي نفسك في داهية وتضيع مستقبلك؟ انت مجنون. ما عنديش مانع تساعدها ولا تساعد اي حد غيرها، بس مش بالغباء ده. ولما رجعوا البيت بابا لسه مرتاحش ولا مقتنع بالكلام، فحب يفهم اكتر، فبيقول له انا عايز اعرف بقى ايه موضوع الهام ده، هو اللي كان بيخليك تصحى بدري تنزل وما تروحش الشغل؟ طارق قال له اه كنت بساعدها. بابا قال له الموضوع ده لازم يتقفل خالص، ركز في رسالتك وحياتك ومستقبلك، مش عايزين تيجي على الاخر وتخيب. الهام بتكلم الست اللي جابت لها شغلانه في الكوافير المشهور وبتقول لها ليا واحده زميلتي شاطره قوي وعايزاها تشتغل معايا وشغلها هايل. الست وافقت على انها تشغلهم هما الاتنين في نفس الكوافير، وبتلبس بقى علشان تنزل. مامتها بتسألها رايحة الكوافير؟ قالت لها لا، انا سبت خلاص الشغل فيه وهريح الكام يوم دول على مبدأ الشغل الجديد اول الشهر. مامتها ما عجبهاش وبتقول لها سبت الشغل علشان كرش صاحبتك نجوى؟ ردت وقالت لها لا، نجوى هي اللي سابت الشغل من نفسها عشان مجدي الزفت ده، وانا كمان سبته لنفس السبب. يرضيكي يعني افضل وهو مش كويس؟ مامتها بتقول لها ما كنت اتحملتي زي ما انت متحمله قبل كده، يعني هناكل ونشرب ازاي؟ هنجوع. الهام قالت لها لا، انا مسدده كل التزامات البيت ومش هنجوع، ما تخافيش. انما مامتها ما فرقش معاها وفضلت تعيد وتزيد بنفس الطريقه وفي نفس الكلام. وبتروح بقى تقابل نجوى ويروحوا على سوبر ماركت كبير يشتروا شوية طلبات علشان الشغل الجديد بتاعهم. بتحكي لها عن الكلام الصعب اللي قالته مامتها. نجوى بتقول لها لو كان عندنا بابي ومامي كنا أكيد هنبقى حاجة تانية خالص، ولا كان هيبقى عندنا المشاكل دي، ولا واحد زي مجدي كان هيعمل اللي عمله ده. الهام قالت لها عندي ليكي مفاجأة، فاكرة الكوافير المشهور اللي جالي شغل فيه؟ جبتلك انت كمان شغل معايا، وده بقى مكان ما كناش نحلم بيه ولا مرتب كنا نتخيله، مستوانا هيبقى حاجة تانية خالص. نجوى بتقول لها ما ينفعش اشتغل معاكي، بطني هتكبر ولازم اتصرف. الهام عندها الحل، قالت لها بسيطة، قولي لابوكي انك هتشتغلي في اسكندرية وكده، ولا هيشوفك ولا هيبان ان بطنك بتكبر ولا اي حاجة خالص لغاية ما نشوف هنتصرف ازاي. قالت لها يا سلام، ولما يلاقيني بعد كده داخلة عليه بقى وعلى كتف عيل هيبقى يعمل ايه؟ لما خلاص جابوا كل اللي هم عايزينه، الهام بتقول لها مش قادرة امشي خلاص، تعالي نعدي من الجراج اسهل.
شافوا مين بقى قاعد في عربيته معاه واحدة جوز شيماء صاحبتهم، ما هو بيشتغل في قسم الأسماك في نفس السوبر ماركت. اتخض واتلخبط جدا والبنت جريت، ما بقاش عارف يقول ايه وما يقولش ايه. فبيقول لها مش كنتي تقولي انك جاية السوبر ماركت علشان احضر لك طلبك، ولا انت جاية علشان عروض الشامبوهات؟ قالت له اه انا جاية عشان عروض الشامبوهات. فبيقول لها هو انتوا شفتوا ايه ولا فهمتوا ايه؟ قالت له لا، انا فهمت كل حاجة يا ابراهيم، خلاص ارجع شغلك شكلك مش فاضلنا. قال لها طب اوصلكوا طيب؟ قالت له لا شكرا. الهام مصممه تقول لشيماء على اللي شافته، لكن نجوى بتقول لها كل الرجاله كده، ما تخربيش البيت سيبيها عايشه. الهام بتقول لها دي صاحبتي واتحملت كتير، مش كفايه انها اتجوزته وهو اكبر منها بكتير قوي، كمان ما طلعش مخلص وخاين. نجوى بتقول لها ممكن تكون نزوه وتروح لحالها، لكن لو قلتي هتهدي البيت. وبتروح فعلا لبيت شيماء علشان تقول لها جوزك مش مخلص وبيخونك، فوقي لنفسك. انما ما عرفتش تحكي ولا تقول ولا كلمه. اول ما دخلت ولقت شيماء بتقول لها ابراهيم قال لي انك روحتي السوبر ماركت تشتري حاجات، ما قلتيش ليه؟ كان جابها لك لحد عندك، ده ابن حلال وشايلنا في عينيه، بيتعب عشاننا قوي، حتى ما بيقعدش في الاجازات، طول الوقت شغل شغل. فردت هلام وقالت لها اه هو ابن حلال فعلا ومحترم وبيتعب قوي في شغله، ربنا يقويه ويخليكم لبعض يا حبيبتي. بعد يوم صعب قوي على إلهام بيجي اللي بيطبطب على قلبها، وبتجيلها رسالة من دكتور طارق يسألها صحتك عاملة ايه. بتقوله الحمد لله، لا كويس ان الدواء جاب معاكي نتيجة، حافظي بقى على المواعيد علشان ما يخلصش بسرعة، يمكن ما نعرفش نجيب منه تاني. وهو بيكلمها باباه بيتصل عليه، فبيقول لها خليكي معايا ثانية، وبيرد على باباه اللي بيقول له أنا بفكرك بمواعيد الرسالة بتاعتك والمحاضرات اوعى تنساها. ولما قفل معاها رجع كلمها تاني، فبتطلب منه بقى ان تجيب صاحبتها نجوى معاها تساعدها في خطوبة اخته. وبتقول له حساك مشغول، قال لها ولو مشغول هفضلك، مال صوتك حاسك متضايقة؟ قالت له اه شوية، طول الوقت ببقى عايزة اساعد الناس واحل لهم مشاكلهم، لكن الدنيا بتتلعبك اكتر. قال لها ما تشغليش نفسك، خليكي في حالك، صحتك اهم، عشان حالتك النفسية لازم تبقى كويسة طول الوقت. فبتقوله شوف مين اللي بيقول كده، ده انت عارفني يا دوب بقالك يومين ورايح جاي معايا على الدكاترة والتحاليل. ابو طارق بقى في المحل بتاعه، اخته سناء جاتله علشان مشكلة العمارة، وبتقوله ان الحل عندها هتدفع الفروق للاخين، انما هو رافض الفكرة. بيقول لها ليه تخسري جزء كبير من نصيبك؟ قالت له علشان اشتري اخواتي ماليش غيركم. ولما رجع البيت حكى لهم اللي اخته قالته. طارق بقى حب يشارك برأيه، شايف ان عمته عملت الصح علشان خاطر اخواتها، انما ابوه ما اداش له فرصة انه يكمل كلامه، وقال له دي حاجة ما تخصكش ولا تخص اي حد فيكم، ما طلبتش رأيكم، دي حاجة تخصني انا واخواتي وبس. مامة طارق بقى عملت اللي عليها هي كمان وزيادة، فبتقول له طب ماشي، روح بقى ركز في رسالة الماجستير بتاعك واعملها في ميعادها، وانتي بقى يا رانيا ما تنسيش ان عندك خطوبة ولازم تتعمل في ميعادها. هما الاتنين ما بقوش عارفين يعملوا ايه، فهي بتقول له على فكرة بامية روعة، هو كمان قال لها البتنجان حلو قوي انتي ما دقتوهوش، ولا كأنهم سمعوا اي حاجة من اللي اتقال. طارق تاني يوم الصبح شاف رانيا أخته نازلة شغلها، قالها وصليني في طريقك، وقعد يرغي ويدردش معاها، عمل المستحيل علشان يقنعها إنها لازم تعمل خطوبتها، كل ده علشان تيجي إلهام وتعمل لها شعرها طبعا والميك اب. ونجوى بقى قررت تمشي بدماغها، راحت عيادة نسا في مكان مش تمام وشكلها عيادة أي كلام عشان تنزل اللي في بطنها من ورا إلهام، وبتتصل بيها إلهام علشان تروح معاها يعملوا شعر ومكياج العروسة، لكنها طبعا مش بترد. قاعد بيدردش مع صاحبه، بيقولوا الحب عامل زي واحد كده لقى حاجة كانت ضايعة منه وهو ما يعرفش أصلا إنها ضايعة، بس لما لقاها خاف تضيع منه مع إنه كان عايش من غيرها. إلهام بقت أهم حاجة في حياتي، مفيش حاجة أهم منها، لا منحة ولا دراسة ولا شغل ولا أي حاجة. بقيت مهتم بحاجة واحدة بس، إلهام وابنها وأمها، حتى شغلها وتفاصيله اللي لو قعدت ترغي فيها هبقى مبسوط جدا، نفسي أحميها من طليقها. صاحبه بيقوله هو أنت حبيتها بجد ولا إيه؟ وخلصت على كده الحلقة. يا ترى إيه اللي هيحصل الحلقات الجاية؟ أكيد هنعرف إن شاء الله. أشوفكم بخير ومع السلامة.